السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هابي كريسمس، كل سنة وانتوا طيبين. بمناسبة رأس السنة عايزين نعمل حاجة حلوة للأولاد. هنعمل لهم النهاردة جاتوه سهل جدا واقتصادي، بدون لبن بدون بيض. هنعمل لهم جاتوه حاجة طرية ولذيذة قوي. شايفين يا جماعة؟ طرية قوي. بصوا السمك بتاعهم بيدوب في البق كده، حاجة جميلة جدا. احنا بطلنا نعمل لأولادنا حاجات حلوة بسبب غلاء الأسعار. هنعمل النهاردة الجاتوه الاقتصادي السهل جدا والبسيط ده، بدون لبن ولا بيض، صيامي جدا بالنسبة لإخواتنا المسيحيين، هينفعهم. هنعمله بالمية بس وبكمية جميلة جدا. شايفين الكمية دي كلها؟ هيعمل معانا جاتوه نفس المحلات بالظبط، مش هتفرقيه من الطعم والهشاشة والطراوة بتاعته. وطبعا التزيين ده حاجة ترجع لكم اختياري، يعني هتزوقيه بالمكونات الموجودة في قلب بيتك. مفيش حاجة هنصعبها على نفسنا عشان نعمل لأولادنا حاجة جميلة جدا ويحبوها، وفي نفس الوقت اقتصادي جدا. هتحضريه في دقايق جدا، احلى من المحلات. هتفرح اولادك وما شاء الله هيطلع معاكي كمية كبيرة قوي تكفي كل العيلة، اكتر من دستة جاتوه. كل الكمية دي هنعملها بمية بس ومقادير بسيطة جدا. شايفين؟ حاجة جميلة جدا وبسيطة جدا هتفرح اولادنا. وهنقول باي باي لغلاء الاسعار، وهندبر وهنوفر وهنعمل احلى والذ جاتوه. يلا بينا نشوف الجاتوه اللذيذ ده عملناه ازاي. انا دلوقتي معايا المكونات بتاعتي، عبارة عن كوباية ونص من المية، ومعايا كوباية الا ربع من السكر، وكوبايتين دقيق، ومعايا نص كوباية من الزيت، وربع معلقة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة نشا، وربع معلقة كوباية من الخل، باكو بيكنج باودر. وللتزيين هنستخدم شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودا علشان نحس ان هو نفس المحلات بالظبط، مفيش اي اختلاف. دلوقتي انا هحضر كل السوائل بتاعتي. هحط المية وهحط الزيت، وهنحط كوباية الا ربع من السكر. كل السوائل دي هنقلبها مع بعضيها كويس قوي لحد السكر ما يدوب معانا. شايفين البساطة يا جماعة؟ حاجة متوفرة في كل بيت وبسيطة جدا، هتلاقيها تحت ايديكي في اي وقت. الاولاد هيقولوا ان احنا عايزين حاجة حلوة، هنعملها لهم بالمكونات السهلة البسيطة، مش هنصعب على نفسنا حاجة. انا دلوقتي دوبت كل المكونات السايلة مع بعضينا. هنبدأ نحضر المكونات الجافة. هحط الدقيق معاها معلقة من النشا وذرة ملح، وهحط باكل بيكنج باودر، وهنقلب المكونات الناشفة دي كلها مع بعض. هبدأ هنا ان انا احط ربع كوباية من الخل، وهنحط ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ليه بقى؟ لان البيكنج باودر ده مع الخل بيتفاعلوا مع بعض، هيدي الكيكة بتاعتنا هشاشة وطراوة. هيبقى بديل من البيض، لان احنا دلوقتي مش حاطين بيض في العجينة بتاعتنا، فهو هيديها الهشاشة والطراوة اللي بتبقى موجودة في الكيكة. هبدأ انزل الدقيق بتاعي، وبدون مضرب وبدون خلاط هنقلبها بايدينا بالمعلقة عادي جدا. شايفين البساطة؟ حاجة كده بسيطة وفي ثواني هنحضرها في 10 دقايق بالظبط. هنكون محضرين احلى جاتوه. هنقلب العجينة كويس لحد ما تبقى متجانسة معايا وطرية كريمي كده. انا دلوقتي قلبتها كلها اهو. هحضر الصينيه بتاعتي تكون مستطيله علشان خاطر اعرف اقطع الجاتوه يبقى نفس جاتوه اللي بيبقى بره. دهنتها بالزيت وغبرتها كده بالدقيق علشان خاطر ما تلزقش مني، لان اللي لو ما عملتيش الخطوه دي هتلزق منك وتبقى صعب جدا ان انتي تطلعي الكيكه بتاعتك وهتتقطع منك. خلاص، هبدأ ان انا اوزع الكيكة بتاعتي في كل الصينية كده علشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، تبقى كل الكيكة متساوية مع بعضيها. هبدأ اوزع العجينة بتاعتي كلها. ممكن تحطي ورق زبدة كمان بدل الدقيق والزيت عشان خاطر ما تلزقش منك وتطلع معاكي بكل سهولة.
هبدأ ان انا اساوي كل العجينة كده اهو، هسويها علشان تبقى متساوية، وهخبطها كده في الترابيزة علشان خاطر تطلع لي الهواء وتبقى هشة معايا. هبدأ ان انا احطها في الفرن، واهم حاجة التسوية بتاعتها يا جماعة، لازم نخليها تطلع معانا بيضة زي ما انتم شايفين كده اهو. انا كده طلعتها من الفرن، مجرد ما حطيت خلة سنين في قلبها كده وطلعت بدون عجينة كده عرفت انها استوت. اطلعها علشان خاطر تبقى طرية معايا، ما تبقاش ناشفة، لان هي رقيقة جدا يا جماعة. لو زودتش عليها في الفرن هتبقى ناشفة معاكي، فلازم تخليها طرية وتطلعيها وهي ايه لسه بيضة كده. خلاص هركنها كده لحد ما تبرد، وهبدأ احضر الكريمة بتاعتي. انا دلوقتي معايا 5 معالق من السكر، وهحط معاها نص كوباية من المية المشبرة علشان خاطر تبقى ايه الكريمة بتاعتي هشة وحلوة. هقلبهم كويس قوي مع بعض. ومعايا هنا ربع كوباية من المية الدافية، هحط معاها معلقة من الجيلاتين علشان خاطر تخلي الكريمة بتاعتي ماسكة نفسها، ما تبقاش ماهية وتطلع من الحشوة بتاعت الكريمة. هبدأ احط بقى الكريمة بتاعتي، عبارة عن كوباية من الكريمة علشان خاطر الكريمة تقضي معايا الحشوة اللي في النص والحشوة من فوق كمان. انا دلوقتي خلاص عملت الكريمة بقت سميكة معايا كده. هبدأ انزل الجيلاتين وهقلبهم مع بعض لحد ما احس ان القوام بتاعي بقى كتير ومتماسك. شايفين معلقة الجيلاتين بتخليها ماسكة ومتجانسة. انا دلوقتي عملت مقدار تاني بنفس المكونات وبنفس الطريقة، وهقلبها كده على كرتون علشان خاطر اعرف ان انا ايه اطلعها بكل سهولة. هنعمل مقدارين يا جماعة علشان خاطر هنحط واحدة من فوق واحدة ايه من تحت، علشان خاطر الكيكة اساسا بتبقى رقيقة مش هينفع ان احنا نقسمها. هبدأ احط الكريمة بتاعتي في كيس الحلواني واوزعها على الكيكة كلها كده. معلقة الجيلاتين هتخلي الكيكة الكريمة ما تطلعش من قلب الكيكة في النص. بالاسباتيولا كده هبدأ ان انا اوزع الكريمة كلها كده على الكيكة، وهوزعها بالطريقة دي. هبدأ ان انا احط الكيكة التانية الطبقة التانية بقى بالراحة جدا يا جماعة. انا حاطة كرتونة من تحت عشان متقطعش مني، بالراحة جدا وهنحطها بكل سهولة بكل بساطة. وهنبدأ نحط باقي الكريمة على الوش، وهنبدأ نوزعها على الكيكة كلها كده. انا كده خلاص سويتها، مش لازم اسويها قوي يعني عشان خاطر لسه هحط ايه شوكولاته. هبدا احطها في الفريزر حوالي ربع ساعه علشان الكريمه تتشمع كده وتمسك نفسها، واعرف اقطعها واعرف احط طبقه الشوكولاته عليها. لو ما عملتيش الخطوه دي هتتبهدل منك ومش هتعرفي تحطي الشوكولاته عليها. انا دلوقتي طلعتها خلاص بعد ربع ساعة من الفريزر. هبدأ اساوي الجناب علشان تطلع الجاتوه بتاعي متساوي. هبدأ احوش كل الجناب اللي بتبقى ناشفة، هحوشها كده. كل مرة بقى هنقطعها بالسكينة، هنحط السكينة بتاعتنا في مية سخنة بتغلي علشان خاطر ما تلزقش في الكريمة وتعرفي تقطعيها بكل سهولة. لو ما عملتيش الخطوة دي هتتبهدل منك ومش هتطلع القطع متساوية ومظبوطة كده. كل مرة هحط السكينة في مية سخنة وابدأ اقطع معايا الكيكة. شايفين لما تعمليها المستطيلة بتطلع معاكي زي الجاتو بتاع بره بالظبط واحنا بنقطعها. ما شاء الله هتطلع معاكي كمية كتيرة قوي، يعني اكتر من تستة والله هتوفر معاكي. شايفين السمك بيبقى ازاي؟
طبقة من فوق والطبقة من تحت، وفي نص الكريمة حاجة لذيذة وهشة وطرية قوي. مهما اوصفها يا جماعة مش هديها حقها بجد في الطراوة. انا دلوقتي سيحت الشوكولاتة بتاعتي، عملت واحدة سودة واحدة بيضة. هبدأ ان انا احط طبقة شوكولاتة كده من فوق. حابة تعمليها كلها بالشوكولاتة براحتك خالص، بس انا حابة ان انا اعملها طبقة من فوق بس. كمان لو مش عايزة شوكولاتة ممكن تعمليها بالجانش اقتصادي ولذيذ برضو، هيبقى حلو قوي. شايفين يا جماعة؟ شايفين العلو؟ شايفين الهشاشة؟ حاجة جميلة جدا وبمكونات بسيطة قوي. هعمل واحدة كمان بيضة، شوكولاتة من البيضة، طبقة فوق كده. ومفيش 10 دقايق هنحضره بكل بساطة، ومفيش حاجة هتعقد في وشنا. هبدأ ان انا احط الشوكولاتة كده، وهخلص كل الكمية اللي معايا دي كلها وهرجع لكم. دلوقتي يا جماعة انا خلصت الكمية اللي معايا كلها. الشوكولاتة خلاص اهي جمدت معايا. هبدأ اجيب الشوكولاتة اللي زادت مني واحطها في كيس حلواني، وابدأ كده بشكل عشوائي كده ازينها من فوق. هعمل البني مع الابيض والابيض مع البني، وعلى حسب اختيارك ممكن تعملي البني مع البني والابيض مع الابيض. بس انا حبيت ان انا اطفي اللون الشوكولاتة واديها كده شكل عشوائي كده جميل. وعلى حسب الذواق ده، على حسب ذوقك برضو اعملي الطريقة اللي تعجبك واللي تناسبك. انا حبيت ان الشوكولاتة اللي زادت اديها كده حاجة عشوائية كده تدي منظر. كمان الشوكولاتة البيضة هعملها مع الجاتوه البني. هبدأ ان انا انزله كده. بعد ما خلصت زادت مني الكريمة، هبدأ ان انا احطها كده برضو الابيض مع الابيض والبني مع البني. هديها كده في الجنب كده واحدة. ممكن تجيبي ورقة شوكولاتة وممكن تحطي كريز. انا مش عايزة اعقدها، عايزة اشوف المكونات والحاجة المتوفرة في قلب البيت وهأزوق بيها. يعني مش هشتري حاجات من بره. معايا شوكولاتة كريسبي فضي، هبدأ احطها على الكريمة من فوق كده تدي منظر جميل. في منها الفضي وفي منها الذهبي، بس انا ملقتش غير الفضي. كان نفسي اجيب الذهبي واحط مع البني بس للاسف ملقتش. هبدأ احطها بقى فوق الكريمة كده تدي شكل جمالي. شايفين البساطة يا جماعة؟ حاجة بسيطة هتسعد اولادنا وهتفرحهم وهتخلينا نحس كده ان احنا عاملين حاجة بايدينا، اوفر واطعم من بره بكتير قوي بجد. الجاتوه لو عملتيه هتحبيه قوي، هتحس ان هو احسن من المحلات كمان، وكميات كبيرة قوي هتكفي كل العيلة. انا كده خلاص خلصت كل الكمية اللي معايا. بدأت احط برضو كده خط كده بالشوكولاتة الكريسبي، حاجة بسيطة كده، مش عايزة اكتر كده علشان ما يبقوش اوفر قوي. حطيت حاجات بسيطة كده. ممكن تحطي المكونات المتوفرة في قلب بيتك، مش لازم يعني الشوكولاتة دي، ممكن جوز هند، اي حاجة هتدي شكل جميل. وكده الفيديو بتاعي يكون خلص يا جماعة. بصوا الجمال، حاجة كده تخليكي تحسي ان هو احلى مليون بره من الجاتوه اللي بيتباع بره. بصوا هقطع لكم حتة عشان تشوفوا الجمال والطراوة بتاعته. شايفين طري ازاي؟ يدوبك بحط الشوكة بتنزل معايا بتدوب بجد.
لذيذ جدا وبسيط، وهيعجب اولادنا وهيطلبوه مننا كل شوية. يا رب الفيديو يكون عجبكم حبايب قلبي، متنسوش تعملوا له لايك واشتراك في القناة، وهابي كريسمس. باي باي. الغلاء الاسعار هنوفر وهندبر وهنعمل لاولادنا احلى جاتوه من ايدينا يعجبهم ان شاء الله، وبكميات كبيرة ومتوفرة. شايفين كمية